عايزه اقول لكم على حاجه. كل ما الطب بيتقدم ونقرا عن ابحاث جديده الواحد بيدعي بالرحمه لاساتذتنا الكبار اللي علمونا وطولة العمر اللي لسه عايشين منهم. كان زمان الدكتور الكبير قوي يخش عندنا السكشن ويقول لنا من اهم الحاجات اللي لازم تعملها انك تسلم على العيان. نمره واحد، بتعمل معاه كونتاكت يعني انساني. نمره اتنين، بتقيس قوه عضلات ايده، السمول هاند، السمول ماسلز اوف ذا هاند. بعد كده دي اول مرحله. بعد كده كدكتوره كبد، اهم حاجه عندنا في مريض الكبد العضلات، مهمه جدا. ف اكتشفوا انه عضلات الايد دي مؤشر قوي جدا جدا جدا، عشان كده كانوا عملوا لها الجهاز ده اللي بيقيس قوه عضله الايد. يعني تخلي العيان يضغط كده ضيعانه ويشوف الرقم. اخر حاجه بقى اللي خلتني ادعي بالرحمه لاساتذتنا الكبار اللي علمونا، بحث جديد بيتكلم على انه قوه القبضه بتاعه الايد والعضلات بتاعه الايد مرتبطه بالريسك بتاع انه الانسان هيجيله جلطات دماغيه او قلبيه. قسموا الناس 4/4 ولقوا ان فرق كبير جدا بالناس اللي الربع الاقل في قوه القبضه بالنسبه للربع الاعلى في الريسك بتاع ان هم هيجيلهم جلطات في المستقبل. عشان كده نسلم على العيانين وناخد قوه القبضه. نمره 2، في التعليقات بعد ما هحط لكم البحث ان شاء الله هحط لك طريقه ازاي تقدر تقيس قوه القبضه بتاعه ايدك في البيت باستخدام الميزان. ليه بقى؟ احنا خلاص متفقين انه العضلات دي اهم حاجه عندنا، وهي دي اللي لها علاقه باللونجيفيتي او طول العمر بصحه. لكن small muscles of the hand، العضلات الصغيره دي بتضعف بسهوله، ومعنى انها اتأثرت معنى انه الجسم كله مش تمام بقاله فترة القوة دي. فلو اتعلمنا نقيسها، انا حاولت معرفتش صراحة لان الميزان اللي عندي في البيت ديجيتال، لكن وراها لغاية ما اتعلمها. والجهاز ده للاطباء اسمه هاند داينامومتري، على امازون، مش غالي، وتقدر انك انت تقيس قوة العضلة بتاع المريض بتاعك وتقارن الاداء اللي انت بتعمله معاه. قوة قبضتك، قبضة الهلالي، لها علاقة بالريسك بتاع انك يجيلك لا قدر الله جلطات دماغية وقلبية. معلومة حديثة جدا، قديمة جدا، قايلينها لنا اساتذتنا اللي كانوا بيعلمونا حاجة اسمها الكلينيكال سنس. يعني بأقل الامكانيات واقل الفحوصات نفهم. مجرد السلام على عيان يفهمنا حاجات كتير جدا. ربنا يجزيهم عنا كل خير، ونعيش والايام تثبت اللي انتوا علمتوه لنا. صباح الفل عليكم واقعدوا بالعافيه.